أيها الإخوة الكرام، دعاء الفاتحة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنفع دعاء وأعظمه وأحكمه. قال دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فإن حاجة العبد إلى الهدى أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. فإن العبد قد يصبر على الطعام وقد يصبر على الشراب، لكن الضلال مصيبة من المصائب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله الهداية. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وفي حديث ابن عباس كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي أن يقول في قنوته في الوتر، ولفظة الوتر لفظة صحيحة، أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت. هي نعمة من نعم الله عز وجل.